اكيد ملاحظين ان دلوقتي مفيش موبايلات بتقعد زي زمان، وبعد 3 او 4 سنين بتلاقي الموبايل بدأ يبقى بطيء وما بقاش زي الاول. تفتكر ده ايه السبب؟ هل ده البروسيسور؟ تعالوا نشوف. السلام عليكم باشا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو ساعات كنت عايز عده كده تعيش العمر كله. حظك حلو، أنا لسه جاي لي حتة عدة امبارح ايفون 70 دبل برو ماكس. ده حلو ده. طب والابديتس بتاعته قد ايه لو سمحت؟ سوفت وير ابديتس دي الميزة بتاعته معاك لغاية 2079. حلو. طب والضمان؟ يعني 14 يوم. ايه؟ 14 سنة. طب يعني مش هيموت مني ده؟ ها؟ مش يموت يا باشا، ده انت هتموت وهو مش هيموت. ايه؟ قصدي ان شاء الله انت. ايه؟ بعد الشر عليك يا فندم. عشان نفهم الموضوع ده تعال نقسمه نصين. النص الاول هنسميه المدى القريب، والنص التاني هنسميه المدى البعيد. المدى القريب وهي اسهل حاجه، موبايلك ممكن يكون معلق ببساطه عشان في ابلكيشنز عامله حاجه اسمها كاش، وكاش ده يعني محتفظه ببعض الداتا عندك على الميموري، وبالتالي ده يحتفظ مثلا الانستجرام والواتساب يحتفظ والفيسبوك يحتفظ ومش عارف ايه يحتفظ، فواحده واحده تلاقي موبايلك بدا يبقى بطيء من كتر الداتا اللي عليه. وده بكل بساطه هتخش مثلا على الواتساب تبدا تمسح شويه ميديا من عليه، تخش على الانستجرام تكلير الكاش. طبعا لو انت اندرويد يوزر بكل بساطه تقدر تعمل كده من السيتنجز وتخش على الابلكيشنز بتاعتك وتكلير كاش اي ابلكيشن عندك. لكن ارخم شويه في الايفون لان انت لازم تعملها شويه مانيوال عن كده، وتدي له واحد ريستارت كده ويفتح كانه لسه مستحمي، وتلاقي الموبايل رجع سريع عادي خالص. لكن ده المدى القريب. طب والمدى البعيد بقى؟ تعال بقى نشوف ايه الاسباب اللي بجد ممكن تخلي الموبايل على المدى البعيد يبدا يبقى ابطا، وهل هي فعلا بسبب البروسيسور؟ الحقيقه ان في ناس فعلا بتقول ان السبب يبقى البروسيسور بعد 3 او 4 سنين بيخلي الموبايل ابطا، ولكن ده كلام مش حقيقي، لان البروسيسور بتجيبه اول يوم بيفضل شغال بنفس الكفاءه لحد اخر يوم. البروسيسور عمره ما بيقصرش مثلا او بتلاقي ترانزستورز ما بقتش شغاله، لا هو بيفضل زي ما هو، نفس الكفاءه نفس كل حاجه. طب ايه اللي بيختلف؟ النقطة الأولى وهي البطارية. هتيجي تقول لي هي البطارية ليها علاقة بالبرفورمانس؟ أقول لك استنى اسمعني. بعد سنة من الاستخدام، وده طبعا بيفرق من واحد للتاني، البطارية بتبدأ تفقد من صحتها من 5 ل 10% من الباتري هيلث أو من صحة البطارية. وهنا يجي حاجة اسمها البرفورمانس مانجمنت. اللي بيحصل للبروسيسور، المعالج بيبقى عايز ياخد قوة معينة من البطارية. لما البطارية بتكون بدأت خلاص تفقد صحتها أو ما تبقاش زي زمان أول ما جبتها، وتبقى مش قادرة تدي القوة المطلوبة للمعالج إنه يشتغل. مين اللي بيحتاج قوه البطاريه دي؟ لا مش انت، المعالج هو اللي بيحتاج القوه دي. فالاوبريتنج سيستم بيعمل ايه في الحاله دي؟ يروح منزل قوه السي بي يو والجي بي يو، فانت بتلاقي ايه اللي اتاثر؟ البرفورمانس. بتلاقي البرفورمانس مره واحده نزل ما بقاش زي الاول، فانت تيجي تعمل اي حاجه او تجرب مثلا تلعب لعبه تلاقي الموبايل مهنج في ايدك، وده معناه ان البروسيسور ما بقاش اضعف، البطاريه هي اللي بقت اضعف. وبكل بساطه غير البطاريه البرفورمانس هيرجع والبروسيسور هيشتغل بنفس القوه عادي خالص. السبب الثاني وهو السوفت وير ابديتس. تعال نتخيل حاجه مع بعض. تخيل انك جبت عامل قوي، العامل ده كل شغلته انه كل يوم هيشيل 20 شكاره اسمنت من الدور الاول للدور ال20 ومفيش اسانسير، وكل يوم العامل ده شغال كويس جدا مش بياخد يوم واحد اجازه. بس انت بعد شهر غيرت كلامك وبدات تزود في الشكاير، المره دي بقيت تخليه يشيل شكارتين بدل شكاره واحده في الطلعه، وبعد كام يوم رحت مغير كلامك تاني وخليته يشيل 3 شكاير في الطلعه الواحده بدل شكارتين. ايه اللي هيحصل للعامل ده؟ احنا هنا نفس العامل ونفس القوه ونفس الاداء بتاعه ما اتغيرش، امال ايه اللي اتغير؟ المتطلبات. وهنا دي فكره السوفت وير ابديتس، وده بالظبط اللي بيحصل في موبايلك، رغم ان الشركات دلوقتي بتتخانق مين يدي سوفت وير ابديتس لمده سنين اكتر، ولكن زي ما في سكيورتي ابديتس وحاجات بتفيد موبايلك، زي ما في برضو ابديتس بتبقى مليانه فيتشرز جديده حلوه جدا انا مبسوط بيها وعايز استعملها، ولكن بتدي شكاير زياده للبروسيسور، بتديله متطلبات زياده البروسيسور ما بقاش قادر يعملها. ليه؟ لان ده بروسيسور بتاع مثلا 2018 اللي انت جاي تشيله دلوقتي زياده عن طاقته في 2025، هو مش قادر يعملها. وواحدة واحدة بتلاقي الموبايل خلاص ما بقاش قادر يشيل الشكاير دي، وواحدة واحدة الفيتشرز تزيد وتلاقي طبعا موبايلك بقى أبطأ بكتير. فطبعا زي ما فكرة ان السوفت وير ابديتس حلوة للموبايل، زي ما برضو ممكن تبطئ الموبايل شوية. بس استناني للاخر عشان اقول لك هنا الفلاج شيب بيتميز في ايه. ثالث نقطه هي الثيرد بارتي ابس. مين الثيرد بارتي ابس؟ دي الابلكيشنز اللي انت بتنزلها من على الستور زي جوجل بلاي او الاب ستور، اللي هي مثلا واتساب، فيسبوك، اي حاجه انت بتنزلها. تعال احكي لك من وجهه نظري انا
كبروجرامر اللي بيحصل. تخيل معايا السيناريو ده، الراجل بتاع البيزنس بيطلب حاجه من راجل شغال ديفلوبر، وزي ما اتفقنا الفيتشر دي اهم فيتشر بالنسبه لي السنه دي. انا عايز الاي اي يشتغل على كل الاجهزه وبالذات اوف لاين. هي الفكره تحفه، بس احنا كده بنتارجت اجهزه حديثه عشان البروسيسور يقدر يعمل الكلام ده اوف لاين. لا طبعا، انا لو تارجت اجهزه حديثه يبقى انا كده بتارجت 10% بس. انا عايز اتارجت حوالي 80% من الاجهزه اللي في السوق. 80%؟ لا معلش ثانيه افهم، انت كده بتارجت بقى او اس كام، اندرويد واي او اس؟ يعني مثلا ممكن الاندرويد من اندرويد 5 والايفون من ايفون 10 مثلا. يا نهار ابيض. طب انت مدرك كده اللي هيحصل في البروسيسور بتاع الاجهزه دي والتليفون هيعلق ازاي؟ مش قصتي انا، بالنسبه لي الابلكيشن لازم تبقى شغاله وتشتغل السنه دي كمان. هتشتغل بس هتعلق، هتهنج والجهاز هيهنج، حرام البروسيسور كده هيتنفخ بصراحه، مش هيشتغل مش كويس. قصتي يا استاذ اشرف، ما هترد عليه يا استاذ اشرف. يا عم، سيبك منه ده عبيط. طبعا اللي انتوا شفتوه ده مشهد عبثي تماما، ولكن هو بيوصل لك الحقيقه. طبيعي ان كل ابديت يبقى ليه حاجه اسمها مينيمم ريكويرمنت. انت لما بتروح تلعب اي لعبه بتشوف المينيمم ريكويرمنت بتاعتها على البي سي بتاعك، بتشوف هل هي تنفع تشتغل على جهازي ولا لا. فتخيل لما انا احط لك مثلا جي تي اي الجديده تشتغل على النوكيا بتاعك ال 3310، الجهاز هيقول لك ايه؟ وهي دي الفكره بالظبط. تخيل الواتساب مثلا منزل ابديت جديد، الابديت ده في الميتا اي اي مثلا اللي احنا شفناه بقاله فتره، بيتارجت فيه رينج كبير من الاي او اس ومن الاندرويد، مثلا اخر 10 فيرجن هنا واخر 10 فيرجن هنا. فتفاجئ بان انت كل ما تفتح الواتساب بتاعك بيبدا يعلق. فرحت اشتكيت مين؟ اشتكيت الواتساب. جه الواتساب السنه اللي بعدها قال لك بس يبقى الفيرجن رقم 10 اللي تحت ده ما بقاش قادر يستحمل الاي اي، فنعمل ايه؟ طلعه بره يا ابني. يعني هو مش هيلغي لك الاي اي، هو هيعمل ايه؟ هيقول لك خلاص من السنه الجايه انت ما بقتش سبورتد تنزل ابديتس الواتساب. طب ده الواتساب، قيس على ده ابلكيشن والتاني والتالت والرابع، وفجأة تلاقي نفسك ولا عارف تنزل لعب، ولا عارف تنزل الواتساب، ولا عارف تنزل الفيسبوك، وبقيت مهمش تماما بره جهازك اللي انت ماسكه. فطبعا جهازك بقى بس مجرد تليفون ارضي بيرد على المكالمات لو عرف. فيا صديقي من الاخر كده انا بحاول اوصلك ان موبايلك مش بيقدم، ولكن احنا اللي متطلباتنا بتكتر وبتزيد سنة عن سنة، وبنشيله فوق طاقته اللي هو كان معمول في الاساس عشانها. وهنا بقى يجي دور الفلاج شيب اللي انا كنت بقول لك عليه من شويه. الفلاج شيب بيحطوا فيه اقوى بروسيسور نازل في سنتها، يعني ممكن بعد 5 سنين الفلاج شيب لسه قادر يشغل كل حاجه زي ما هي، ولكن موبايل تاني كان ميد رينج او بادجت رينج هتلاقيه مش قادر يقوم اللعبه اللي بيقومها الفلاج شيب بعد 5 سنين. وفي الاخر احب اقول لك شوف موبايلك بقى، هل بطيء عشان حاجه قصيره المدى ولا حاجه طويله المدى؟ نظف موبايلك كده وروق عليه وامسح الكاش وظبطه وحميه حمايه العيد كده وايه، وشوف هيشتغل حلو تاني ولا لا. ولكن لو بقاله كتير وخلاص ما بقتش سبورتد من اي ابلكيشنز وما بقاش ينزل لك ابديتس، مش عارف اجيبها لك ازاي بصراحه، ولكن انت كده محتاج تشتري واحد تاني. واخيرا يا صديقي وليس اخيرا، لو ده اول جهاز ايفون ليك وعايز تعرف شويه اسرار فما تنساش تشوف الفيديو ده. ولو ما كنتش شفت بقى مقارنه الكاميرات بين ال 17 برو ماكس وال 16 برو ماكس وال 15 برو ماكس فبرضه ما تنساش تشوف الفيديو ده. واخيرا اللايك والشير والسبسكرايب واكيد كمان، واشوفكم في فيديو جديد.